السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل تورتايه ميني بس مختلفه جدا. هنحول التورته الميني مقاس 16 من تورته ميني لتورته عظمه، من اول الحشو لحد الفينش النهائي. في البدايه انا المقدار اللي انا خبزاه هسيبه لكم المقادير كلها للمقدار بتاع الكيك وللكريمه في صندوق الوصف. انا خابزه المقدار بتاعي في صاج 33 في 44، اللي هو ممكن ينفع في 30 في 40. تمام. بصوا الاسبونج عامل ازاي، هاشش وارتفاعه جميل جدا. في الاول انا طبعا بقطع بالكادر مقاس 16، لو ما عندكيش الكادر ممكن طبق، ممكن علبة وتحددي بيها بالسكينة كده. بشيل طبعا الوش الملزق دوت كله، وبنضف الكيك بتاعي، وببدأ بقى التحفة اللي احنا هنعملها النهاردة. طبعا الكريمة انا عاملاها نصين، نص شوكولاتة ونص فانيليا. الفانيليا هنفنش بيها النهائي، والشوكولاتة هنحشي. احنا النهاردة عندنا كمية طبقات حشو في منتهى الجمال. هنعمل ميكس كده لكل طبقة طعم مختلف. في النهاية هنشوف التورتيه بتاعتنا كمان وهي متقطعة شكل الطبقات عامل ازاي. طبعا انا بسقي الاسبونج بتاعي بسيرب، اللي هو سيرب الحلويات العادي اللي احنا بنعمله، بس بيبقى خفيف شوية، وطبعا يكون بارد اهم حاجة. وبحط بقى طبقة الكريمة المناسبة بتاعتي. وبعد ما بحط طبقة الكريمة عملت سور عالي كده علشان هعمل بقى طبقة هايلة من الحشوات. اول طبقة من الحشوة هي نوتيلا، وانا مخففاها بمعلقة زيت خفيفة. وبصي تحطي نقط الزيت كده واحدة واحدة، ما تحطيش كتير علشان ما تخفش معاكي قوي. الزيت هو اهم اقرب مكون لتخفيف النوتيلا. ممكن تخففي على بخار ميه، لكن انا بفضل دايما الزيت. بعد ما حطيت طبقه النوتيلا عامله ميكس كده من صوابع الشوكولاته ومن كيكه الهوهوز، مقطعاهم على بعض وحطيتهم فوق النوتيلا. هحط تاني طبقه وهسقيها برضو بالسيرب بتاعي وطبقه الكريمه، واهم حاجه السور اللي بنحطه حوالين طبقه الكريمه بتاعتنا. وتاني حشو بقى هو صوص الفراوله. لو ما عندكيش فراوله تقدري تجيبي مربى الفراوله وتستخدميها، لكن احنا دلوقتي حاليا بدأنا في موسم الفراولة، فسهل جدا ان احنا نستخدم الفراولة بتاعتنا. تالت طبقة وهي بقى حطينا برضو الكيك وسقيناه وعملنا الكريمة والصوص والسور بتاعنا بتاع الكريمة. وحطيت طبقة من بقى صوص التوفي، مش مخففاه خالص، انا مقلباه بس كده عشان يلين معايا. وحطيت طبقة محترمة كده، وعليها حاطة شوكولاتة مندولين مقطعاها قطع كده على بعضها. وبعد كده حطيت طبقة الكريمة الشوكولاتة اللي باقية، غلفت بيها، لميت بيها فتافيت الكيك ودخلتها الفريزر نص ساعة بس عشان تتماسك واعرف ان انا اغلفها. نبدأ بقى في التغليف بتاعنا بتاع التغليف الخارجي. انا دايما بفضل توزيع الكريمة الخارجية بالكيس الحلواني، بيدينا نتيجة كويسة، بيبقى توزيع متناسق كده، وبيبقى الدنيا سهلة قوي على ان انا بحط ايه، بسباتولا او باي حاجه تانية يعني. احط طبقه كريمه كتيره، انا بحط طبقه كريمه كتيره وببقى عارفه ان في النهايه التورتايه بتاعتي بتاخد اللي يناسبها من الكريمه، والباقي كله بيطلع معانا في التجليس او بالسكرابر او زي ما بنجلس يعني. انا بفضل دايما ان انا اساوي السطح بتاع التورتايه، وبعد كده ابدا ان انا بقى اوزع الكريمه اللي انا وزعتها او حطيتها بالكيس الحلواني. ببدا ان انا استخدم كده الاسباتولا اوزع واملى الفراغات بتاعتي علشان التغليف النهائي يكون منسق كده وجميل. بس حابه اقول لكم ان طبعا التجليس مش بيبقى زي ما انتم شايفين كده عباره عن ثواني او دقايق، لا الموضوع بياخد وقت فعلا. بس طبعا احنا بنبقى الفيديو بيبقى متسرع، فعلشان كده انتوا بتبان معاكم ان خلاص تمام، لكن لازم نبقى عارفين ان كل حاجه بتاخد وقتها، وبالتدريج واحده واحده كل حاجه بتظبط. انا بعد ما وزعت بالكريمه بتاعتي بالاسباتولا، بمسك بقى السكرابر وببدأ ان انا اساوي. السكرابر دي اهم اداة في تجليس اي تورتايه. طبعا لو ما عندكيش سكرابر تقدري بقى يكون عندك مثلا حاجة ناشفة كده، زي مثلا عارفين انتوا زي ورق الفاكيوم، بس بصوا مش بيجيب النتيجة اللي هي. يعني انت لو ست بيت يعني في طقم سكرابر كده بلاستيك سعره حنين كده، تقدري ان انت تجيبيه وتستخدميه. طبعا انا بعد ما بوزع بالسكرابر او بساوي بيه ببدأ الاحظ طبعا لسه بيبقى فيه فجوات كده محتاجة كريمة، فانا ببدأ ان انا ازود برضو. وباجي في النهاية لما بلاقيها خلاص تمام، بحط السكرابر بتاعي في مية سخنة وانشفه، وببدأ اخد مسحة اخيرة كده على التورتايه بتاعتي علشان السخونيه بتاعت السكرابر بتملس كده على التورتايه وتديني
نعومة كده في النهاية. طبعا هي كده خلاص ما عادتش عايزة اي حاجة. هبدأ ان انا بقى انضف البورد بتاعي علشان ادخلها التلاجة. ومهم جدا جدا ننضف البورد من الكريمة، لانه لو دخل التلاجة بالكريمة اللي عليه دي مش هتعرفي تمسحيها تاني خالص. لو خدتوا بالكم طبعا انا مرجعة التورتايه ورا شوية عشان لسه هنعمل شغل على البورد. هنا دي شوكولاتة ملونة جاهزة، انا بفضلها بصراحة بتنجز كتير. هبدأ ان انا احطها على بخار مية عشان اعمل حروف الكلمات اللي هنحطها على التورتايه. وبحط طبعا ده المولد السيليكون بتاع الحروف، بسيح كده وبحط فيه وبدخله التلاجة دقايق بيمسك معايا وبطلع الحروف بتاعتي بسهولة. هنا بقى دي عجينة سكر خدتها على هيئة شريطة كده، وقصيتها من الحروف زي ما انتم شايفين، وبحط عليها البودرة بتاعتها عشان ايه اسيبها تتماسك. طبعا كل ده كان في نفس اليوم، لان انا ما بشتغلش طبيعي عجينة سكر يعني، فعشان كده ايه مبقاش الموضوع معايا مستدعي ان انا اعمل اشكال، فاضطر اعملها من اليوم اللي قبله. بصوا بقى الصورة، اكيد من الصورة دي انتوا خدتوا بالكم احنا هنعمل تورتايه بمناسبة ايه. التورتايه بتاعتنا دي بمناسبة عيد زواج، فانا اخترت الصورة دي كده عشان مناسبة مع الجملة اللي هنكتبها. خلوا بالكم بقى هما اتنين كده في البداية والصورة منعكسة لما يكبروا ويعجزوا كده. خدتوا بالكم من الصورة من تحت كده في انعكاس ليهم لما يشيبوا يعني. فدي صورة عادية انا طبعها في المكتبة، بس بتقولي له انا عايزة ورق فوتوغرافيا عشان الورق العادي هيشرب معاكي الكريمة وهيبوش مش هيبقى ظريف. هنا المفروض ان انا كنت هعمل قلوب، فبعد ما حطيت التيب بتاعي في الكيس انتبهت ان هو فيه نقرشة بسيطة كده، فقلت خلاص بقى يعني هو مطلعش التيب السادة فمش مشكلة. بصراحة ما كانش فيه وقت ان انا اقعد اغير فيه، فطلع معايا كده المرة دي. فقلت ايه القلوب برضه هيبقى شكلها ظريف مش وحشة. بعد كده بدأت ان انا اعمل بقى القلوب كده حوالين التورتاية، وهحزم التورتايه من حواليها بنقط بسيطه كده. عايزه اقول لكم ان هي العميله كانت بعتالي حاجه قريبه من دي، يعني عباره عن تورتايه عليها قلوب وبس. لكن انا بصراحه قلت لها اديني مساحه ان انا اعمل لك حاجه يكون فيها نعدل شويه في الشكل وتكون احلى شويه. فالحمد لله هي انبهرت جدا وعجبتها جدا جدا زي ما انتم شايفين. بصوا تحفه، محدش يصدق خالص ان دي ميني تورته مقاس 16. حاجه هايله جدا جدا جدا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. عايزاكم بقى تشوفوا التورتيه، شوفوا وهي متقطعه. دي صوره من عند العميله، ودي صورها بعد ما خلصتها قبل ما اسلمها. ان شاء الله تكون الفيديو عجبكم، ونشوفكم في فيديوهات تانية كتير.